عزيزي المشاهد الكريم، كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن لماذا أؤيد الطاغوت السيسي حفظه الله. الحقيقة كنت بحاول أديك كده إيه باك جراوند، على أساس إيه أنا يعني فيلم خوالات البنا ده، أنا ما مش مثلا شفتهم فيديو ولا بتاع، لا أنا عارف تماما أنا بتكلم على إيه. بتكلم واحد ما فيش عدد من مجلة الدعوة ما جاش في حجره، وما فيش عدد منهم ما ذكرتوش. كل الافلام الهابطه اللي هم بيلفوا ويدوروا فيها دي انا عارفها معرفه مباشره يعني. بس ده اللي حبيت اوصله للمستمع الكريم. ده بقى مبدئيا انا بقى ايه، عايزين نقصر برضه نخش في المهم بقى ونتكلم في المهم. انا عندي المهم بدون الرغي واللت والعجن واللوكلوك الكتير. المهم هو الاقتصاد. اي كلام فاضي بعد كده ده حاجات ايه هامشيه مش مهمه دلوقتي. المهم هو الاقتصاد. لكن قبل ما نتكلم في الموضوع الاقتصاد طبعا آه، طاغية السيسي حفظه الله والإمام المتغلب في البداية كانت هي بإزاحة تنظيم خوالات البن من السلطة. طبعا ده اساسا مش حاجه مثلا ايه واحد عمل معاك اداك سيجاره مثلا وخلاص بقى خلصنا وبتاع مش هتمسكها لي زي طول عمرك. انما ده عمل فيك يعني انت كنت مثلا على شريط قطر وقطر هدهسك وهو شالك من قدام القطر. ده بالظبط المشهد يعني. فما ينفعش اللي هو يجب ان يظل هذا الامر هذا الجميل محفوظ له. ده اولاد. وطبعا الناس ايه الواحد بيستغرب يعني ايه الناس فاكره مثلا ايه أو تغيير في نظام الحكم ده انت كنت مقبل على كارثه. اذا كنت مش فاهم طبيعه الكارثه دي مشكلتك، انما انت بالفعل كنت مقبل على كارثه، وكارثه يعني وجوديه، مش مثلا انهيارات اقتصاديه لا وكارثه وجوديه. كنا مقبلين عليها وتم تفاديها، وتم تفاديها بالصدفه على فكره. انت ما بذلتش مجهود كبير قوي يعني. فعلى الاقل يعني ايه احفظ الجميل. ده اول نقطه. النقطه بقى نخش بقى في الايه، في المهم، بدون برضه لوكلوك كتير ولت وعجن. الرجل اتجاهه يعني يكاد يكون واضح، وهو ان الاتجاه الى اقتصاد السوق الحر والالغاء التدريجي لموضوع الدعم. دي كوارث. ويجب برضه في الحقيقه ان نتذكر حاجه مهمه جدا في هذا الامر، ان الراجل ده في وسط كل الظروف اللي كان تسلم فيها السلطة وعمل مسألة الإصلاح الاقتصادي، إن هو تحرير صفر سعر الصرف. مفيش النهاردة مصر كانت في وقت من الأوقات تحولت البلد كلها تجار عملة. سعر الصرف هو واحد. طبعا في كل التقارير الدولار عمال ينزل والجنيه عمال يطلع مرة قريت تقرير ان افضل عملة للاستثمار فيها العملة المصرية بعد عملة اوكرانيا، المهم يعني في تقارير ايجابية جدا عن الاقتصاد لو حبيت تدور يعني بعيدا عن الدوشة بتاعت خوالات البنا والقرف ده. فتقارير ايجابية جدا عن الاقتصاد المصري دلوقتي. فايه الراجل ده عمل الكلام ده في وسط ظروف حالكة الظلام. تعالى بقى نقارنه مثلا بواحد زي السادات. السادات حاول يعملها بس السادات كان جبان. مجرد شوية ولاد وسخة وجرابيع وأوباش طلعوا في الشارع عملوا لهم فيلم كده. تراجع عنه، قال لك لا يا عم انا اوجع دماغي ليه، خليهم يولعوا بقى وانا ايه اقعد في السلطه، واهم حاجه برضو ايه نطبق الشريعه الاسلاميه نضحك عليهم وانا قاعد في السلطه وبتاع والاونطه وبتاع ايه. ومشيت على كده ودانا في داهيه الحقيقه برضو بسبب هذا الموضوع. فكان الله يرحمه بقى كان جبان. لا الراجل ده في وسط كل الظروف دي عملها. ليه؟ لان الراجل جاي يعالج حقيقة، مش بقى ايه جاي يحط كده إيه بس شوية ميكروكروم وقطنة وبتاع ونلصمها بقى ايه بالتفافة وخلاص على كده، واللي يجي بعد يلبس. والحقيقة الراجل ده انا اشعر زي ما يكون مثلا حصل ايه اجتماع بين من سبقوه، اللي هو يا جدعان في واحد هيجي يوم من الايام اسمه السيسي لبسنا طرح وهيطلع منظرنا وسخ وبتاع. عبد الناصر بقى والسادات ومبارك. فعبد الناصر قال لك بص يا جدعان انا ايه هلبسه مصيبه مش عارف يطلع منها ابدا. ايه يا عم؟ قال لك هلبسه موضوع الدعم والقطاع العام والبلاوي السوداء دي بحيث ان انا ايه هتجيب الارض.
طبعا السادات لازم ايه برضه يحط بصمته. قال لك هو انا كمان بقى هلبسه مصيبه، هي دي اللي هتجيب داغه. ايه قال لك بقى جماعات اسلاميه وبهايم وبتاع هطلقه، وهو في الاخر اللي هيلبسها. مبارك طبعا يقعد ساكت. قال لك بص يا جدعان بقى، انا ايه، انا راجل ايه، انا بريجينيه في النزعه ومتجمد وموظف، فانا اللي هيحصل بالظبط ان انتوا البلاوي اللي هتعملوها انا هحتفظ بيها، هسيبها زي ما هي لغايه لما ايه احطها في حجر. طبعا الواد مرسي برضه قال افتكر نفسه رئيس وقال لك انا هاجي، قال له مش قادر العب بعيد، انت ايه انت واد اهبل وبتاع. فده السيسي بقى جت في حجره بلاوي عبد الناصر، بلاوي السادات، وطبعا احتفظ له بيها في الثلاجه عمك مبارك. وهو بقى اللي ايه اللي يلبسها. كان ممكن بقى اللي هو يبقى اي برضه يلعب له كام لعبه كده يتصرف لغايه لما يحطها في حجر اللي بعده. فالراجل ده قال لك لا، هو بقى هنا نقعد نتصرف ونحل. ده حاجه برضه تحسب ليه يعني. نيجي بقى في الايه، في الشق الاقتصادي اللي هو اتجاه. هو الراجل ايه مش هيقعد بقى يقرا لك كتاب ثروه الامم وبتاع ونقعد نعمل محاضرات. الراجل واضح تماما من كلمتين بساط كده قالوا ليه كلمات الحياه في منتهى العظمه يعني. مره قال كلمه: اللي عايز خدمه يدفع فلوسها. انا مش عارف ايه الغلط في الكلمه. يعني انت معتقد ان انت مثلا ايه، هتركب قطر، القطر ده مثلا هل بيتحرك بقوه الهيه؟ هل مثلا ما بيحتاجش مع عمال؟ بس يا حبيبي بس يا بابا، يا الله يخليك ثواني يا جماعه. ايه ممكن تخلص بقى شويه عشان ايه بنكلم الجماهير حبيبي، الجماهير احنا بنكلمها، هي محتاجه انك تخلص شويه. المهم، ف القطر ده ما بيمشيش ببلاش يعني، ليه تكاليف وصيانه وبلاء ازرق وحاجات كتيره. دول عايزين يركبوا كده وبتاع الحكومه وتدفع منين مش فاهم يعني. هو لا لا الحكومه ده ازاي ما تعرف، لا مش عايزين ندفع. ناس راكبه قطر من غير تذكره. عايز تروح مستشفى مثلا، كما لو كان المستشفى ده القطن وسرنجات ودواء واشعه ومعمل وزفت، ده بقى الاله بيبعت. اللي انت جايب لنا بيه 7 عيال ده عشان هيرزقهم بيه، هو اللي بيبعت بقى الكلام ده. فانت ايه، فطبعا تلاقي خدمه زي الزفت انك ما بتدفعش فلوس وعمال تعيط عايز مستشفيات كويسه. لا يا حبيبي، يعني خدمه يعني تدفع، افهمها كده يعني ايه المعادله دي، ما تغيبش عن دماغك. الراجل قال لك اللي عايز اللي تاخد خدمه وتدفع فلوس. مره واحد برضه ريس وبتاع في واحد من المؤتمرات ايام التهجيص بقى، ومش عارف كفر البهايم عايزين كوبري من كفر البهايم نروح لكفر ابو شخه، ومش عارف ايه يا ريس وبتاع، احنا مش بنتعب قوي. قال له الكوبري هنعمله، بس لما احط لك كشك تحصيل رسوم ما تزعلش. ما اصل الكوبري ده كده ما برضه الاله بتاعك ما بيبنيش كباري، مش في الكونستراكشن يعني، ما بيشتغلش كونستراكشن. فايه ده الوضع يعني، لو سمحت ده الوضع. نيجي بقى يعني لو هنتكلم في نقط تفصيليه، والحقيقه دي نقط مذهله يعني. تلاقي هذا يعني، وده مرض الغوغائيه اللي هو المزمن والوبائي. اي ايه تعالى مثلا هناقش الكلام اللي بيتقال. ونقطه برضه مهمه، الحقيقه لو الناس يعني في مصر اتبعت منهجي كنا هنشتري دماغنا فعلا ونريح دماغنا من وجع دماغ كتير. لكن للاسف طبعا مواقع التناكح الاجتماعي والهرتله، كل واحد بقى لازم يفتي ويعمل فيها خبير وبتاع. فايه اللي بيحصل بالظبط يعني. انا كان نظام، عشان كده لعلمك كان برضو من احد الاسباب المهم ان انا خلاص اشتريت دماغي الا فيديوهات بلا زفت. يعني ايه، تم المراد من رب العباد وراحوا في 60 داهيه خوالات البنا دول وخلاص. فانا ايه انا اوجع دماغي بقى ليه واعمل فيديوهات وبتاع؟ لا لا خلاص الموضوع انتهى وغاروا في 60 داهيه. والكلب حتى مرسي او مات زي الكلب في السجن وبقيت شويه الكلاب اللي في السجن دول كل شويه تسمع واحد منهم مات يرموه جثته زي الكلب. والبقيه البهايم بتوعهم اهو متلقحين في السجن بيعيطوا. واللي هربان هربان، اللي طبعا بقى هربان ده باسبوره هيخلص وهيبقى سجين المكان اللي هو قاعد فيه 10 20 سنه لن تسمع لهم ذكر، وانتهى الامر على كده. هو بقى عايز يعمل ايه؟ يقعد يهرتل ويجلوكلك بقى وكده، فانت تروح رادد عليه، فهو يروح رادد عليك، فانت تروح رادد عليه، ونخش بقى نلعب مع بعض بينج بونج. لا انا تجاهلتهم تماما، انت كلب بتنبح ما تعنينيش في شيء. وبصراحه من الاخر احنا دايسين بجزامنا على رقبتك. يعني انا اوجع دماغي معاك ليه؟ وهذه الجماعه خوارات البنا دي هذه جماعه موتوره. الرجل الموتور هو رجل يطلب ثأرا له،
ولا يدركه غالبا يعني. فهو دي جماعه موتوره ليها طار عندك. هو لو السيسي ده تاني يوم حول مصر لسويسرا، ده معتقد مثلا ان هو لا فعلا السيسي عنده حق، عمره مثلا قال. هم اغبياء جدا على فكره في الموضوع ده، وهشرح ليه برضه. فهو ما فيش يوم من الايام هيجي يقول لك السيسي ده عمل حاجه كويس، الا الهام اللي بيقعدوا يقولوا ده فقط. الناس دي يجب تجاهلها يعني. هم اغبياء بقى ليه؟ اغبياء لان انت لو انت عايز يعني يكون لك تاثير فعلا، تعمل نفسك محايد. قال يعني انت بقى بتقيم الامر بايه؟ بتقييم الموضوع فايه تجيب حتتين قال يعني ايه ايجابيين، وبعدين تروح بقى ايه مد الحقنه من تحت. انما هم اغبياء جدا، اللي هو ما انت بتفتح اي هم من شويه الاراجوزات بتوعهم دول. فهو انت عارف مقدما هو يقول ايه؟ يا السيسي ام يهوديه والاسرائيل والصهيوني، السيسي باع الغاز، السيسي باع الميه، السيسي مش عارف بقى الارض بقى اي انت يعني مقدما انت بتسمع ليه اساسا حاجه انت ما فيش اي حاجه جديده هتضيف لك. فهم بيلعبوها بغباوه حتى كالعاده يعني، ما هم بهايم اساسا. المهم نيجي بقى للهم اللي بيتقال، وتكتشف بقى إيه الشعب العظيم بيرد، فده يرد والبينج بونج يشتغل. ايه العاصمه الاداريه الجديده؟ السيسي بيبني قصور العاصمه. انا تحديدا بقى في كام موضوع كده مثلا ايه اللي هم ايه تحس الناس اغبياء مش فاهمه، مش عارف ايه الغلط في اللي بيحصل عشان حد اساسا يتكلم في المواضيع دي. اتكلم بقى في موضوع العاصمه الاداريه كنموذج، وفي نماذج عده مثلا زي نموذج ايه؟ نموذج ماسبيرو، نموذج الوراق، نموذج نزلة السمان والهرم. اتكلم في النماذج دي. نيجي للعاصمه الاداريه الجديده. العاصمه الاداريه الجديده دي فين؟ العاصمه الاداريه الجديده طريق مصر السويس. كان في ريست كده معفن في طريق مصر السويس في النص، وهو ما هي المسافه اساسا كلها 120 كيلو، مش عارف ليه في المهم في هذه المنطقه من العالم. انا واحد من الناس، انا بالفعل انا قعدت 4 شهور من اوسخ 4 شهور في حياتي في هذه المنطقه. تقول لي ازاي بقى؟ ما كانش في حاجه اساسا في المنطقه. طبعا ليه بقى اللي بقول الكلام ده؟ المنطقه دي بتاعت اللي هو بقى بيتبني فيها العاصمه الاداريه الجديده دي، هذه المنطقه كانت المنطقه اللي بيتعمل فيها المشاريع بالذخيره الحيه بتاعه الجيش التالت. واسال اي حد كده في الجيش، كان في الجيش التالت، هيقول لك هي المنطقه بنت دين الكلب دي كان بيحصل فيها مشاريع الذخيره الحيه بتاعت الجيش التالت. الجيش الجدول بتاعه التدريبي ينقسم لحاجتين. هو كل سنتين، يعني ايه مش كل سنتين؟ في سنتين بيحصل حاجتين. سنه يتعمل لك تفتيش حرب، وسنه يتعمل لك مشروع بالذخيره الحيه، وهكذا دواليك. تفتيش حرب، والاثنين اوسخ من بعض يعني. تفتيش حرب ومشروع بالذخيره الحيه. انا بقى حضرت من تفتيش الحرب ومشروع بالذخيره الحيه. المهم مشروع بالذخيره الحيه بقى بيطلع اللواء، ومش اللواء ده على مستوى الفرقه، بتطلع الفرقه كلها تتلقح بقى في هذا المكان. انا قعدت في هذا المكان 4 اشهر يعني. اعتقد ان انا اتكلمت عن هذا الفتره تحديدا بالذات. اساسا انا كنت كاره المكان اللي هو كان التمركز بتاعنا. كان التمركز بتاعنا ده كان في الجيش الثالث اللي كسفريه يعني بالمره. ف وطبعا انا قاعد اسيب الدين. طبعا انا معتقد ان انا كده فايه كنت مسمي اللواء ده ستالينجراد. لما رحنا هذا المكان اللي هو بقيت احلم باليوم اللي هرجع فيه تاني، لان يعني الموضوع وصل يعني اللي هو الجيش بجد بقى. بتطلع بقى كل اللواءات بتاعت الفرقه، اللي ايش بقى مدفعيه وايش مدرعات وايش زفت مسيح. وجوه مش بقى طبعا الكلام ده بيحصلش يعني ايه المدخل بيبقى على الطريق بس، الكلام ده بقى الضرب والكلام ده بيحصل جوه 15 20 كيلو جوه وفيلم يعني. كل بقى الايه الالويه دي هو ايش ضرب ليلي وضرب نهاري ويشتغل لك في الازرق. المهم هذه دي منطقه يعني ايه بيطلع الجيش يضرب فيها. دي كانت المنطقه، هذه المنطقه اللي بيتبني فيها العاصمه. هذه المنطقه وش بقى فران على تعابين على بلا ازرق. المهم هذه المنطقه لو واحد مثلا جه قال لك انا هديك فيها 1,000,000 متر مربع خدهم بجنيه، هتستخسر فيه الجنيه لان اعمل بيها ايه اساسا؟ يعني ملهاش اي قيمه. دي المنطقه اللي بيتبني فيها العاصمه الاداريه الجديده. ايه بقى اللي عمله السيد السيسي او ايه العاصمه الاداريه؟
هذا المكان من وجهة نظري، ومش عارف ليه الناس مش فاهمة ده، السيسي ده حول هذا المكان، فعلا حول التراب لذهب. مكان ما يسواش 3 تعريفة، ملوش اي استخدام يعني في اي حاجة غير زي ما بقول لك كده. تحول النهارده، انا سامع المتر مش عارف في حتت وصل 20,000، وفي مش عارف ب 8,000، وفي ب 16,000 اللي هي الارض ما كانتش تسوى 3 تعريفة من كام سنة. ليه بقى هو عملها؟ ازاي هو عملها؟ هو فاهم نفسية الشعب. الشعب عامل زي العيل اللي عايز يجري ورا الحكومه، فقال لك يا جدعان انا هعمل الحكومه هناك في العاصمه الاداريه الجديده. كله طبعا ايه يجري، عايز يجري يلحق ايه، يمسك في ديل الحكومه نمسك. فماشي. الهدف ايه؟ اولا سحب كتله سكانيه من القاهره. انت يعني القاهره يعني تو ماتش يعني، ما فيش حد بيجادل في هذا الامر. فبيسحب كتله سكانيه، بيسحب اساسا مؤسسات الحكومه كلها، من ضمن الحاجات اللي عامله مشاكل في المرور في القاهره، يسحبها كلها يحطها العاصمه الاداريه الجديده، بينظفها، بيعمل رقمنه مباني جديده في العاصمه الاداريه ديت. بالاضافه بقى للكتل السكانيه اللي هتتحرك ايه في هذا الاتجاه لاخلاء القاهره تدريجيا. دفعت الحكومه حاجه؟ لا. من ميزانيه الدوله؟ لا. هات ميزانيه الدوله كده وريني بقى المصاريف اللي تكلفتها العاصمه الاداريه. هنفترض انها متكلفه من ميزانيه الدوله. هل عيب ان الدوله من ميزانيتها تبني مدينه جديده؟ لكن ده حتى ما حصلش. ده لما الناس بقى بتجري دلوقتي تحجز في مكان زي ده، الفلوس اللي طال المتر اللي بقى بالاف فيها بيمول هذا الفيلم الكبير اللي انت شايفه. ايه المشكله؟ ايه اللي يعني العجيب ده طيب انا بسال ليه واحد زي مبارك ما عملش كده قبل كده؟ بدل ما ندخل في الهم اللي احنا فيه النهارده، ليه ما عملهاش؟ ليه اللي قبله ما عملهاش، واللي قبله واللي قبله؟ هو عملها. ايه ان حد كده يفهمني يقول لك اولويات؟ هو صرف حاجه من جيبه؟ ده جاب دخل مليارات من لا شيء، مجرد اعلان انه هيعمل عاصمه والحكومه هتبقى هنا وكله بيجري وهنعمل منتجعات في بقى يطلع مفيش حاجه للفقراء. ليه؟ وهو ماشي انت مفيش حاجه للفقراء. هو اساسا في دوله بتديك شقه ببلاش؟ خد يا حبيبي يلا انت فقير خد. ليه؟ الهك بيبني شقه بحيث ان ادالك ببلاش؟ لا. فدي بتكلف فلوس. هذا بيبنيها للاغنياء بيبنيها للاغنياء. طب انت مش لاقي تاكل وابن دين كلب، صح؟ ماشي. طب ما انت ما عندك فرصة عمل ممكن تشتغل، ولا انت قاعد لازم ترضع؟ انت بس ترضع، عايز ترضع، انما نشتغل ونعمل فلوس وبتاع؟ لا، نرضع بس. كويسين احنا في الرضاعة، رضاعة كبيرة. فانا مش فاهم الفيلم ده بيتعمل ليه اساسا. حد بيرغي وتلاقي واحد زي المغفل ده السياسي يقول لك ما كانش ليها لازمه على الاسم الاسامه الغزال الحافظ، ما كانش ليها لازمه العاصمه. هو دفع حاجه؟ ويعني ايه هو ازمه المرور اللي موجوده في القاهره، وازمه السكن، وازمه الزفت اللي موجوده في القاهره؟ مش فاهم يعني اي كلام ان نهري. ده كان في وفد من الكونجرس اللي هو موجود في العاصمه الاداريه، راجل الناس منبهره بيه، وبعمل بنى جامع. والذ حاجه بقى ايه، يقول لك السيسي بيبني جامع مش عارف ايه، الفتاح العليم وبعدين شويه يقول لك السيسي بيهد الجوامع. اللي هو اي حال السيسي وحش. وبرضه موضوع الجامع والكنيسه، ده مش جامع يا حبيبي عشان تقعد تصلي وتفلقس فيه والهبل اللي لا، مش ده ده اسمه جامع دوله، مسجد دوله. ودي كنيسه برضه مش عشان كركر ليسون برضه والاونطه، لا دي اسمها كنيسه دوله. بمعنى دي كده على الجامع والكنيسه المناسبات الرسميه، يعني حد مات في جنازه رسميه، في استقبال حاجه مناسبه دينيه بتاع كلام من ده المكان اللي هيتعمل فيه الكلام ده. فلازم طبعا مش هن يعني ايه تبقى حاجه نظيفه. ده اول نقطه. السيسي بيبني قصر كمان لو كان مثلا ايه بقى السيسي بيبني بقى قصور الف ليله وليله بقى، وهو قاعد شهريار بقى وشهرزاد قاعده جنبه بتحكي له، احنا نهرج. طب ليه ما حدش اتكلم قال لك السيسي بيبني مبنى مجلس النواب في العاصمه الاداريه؟ ليه ما بيبني مجلس وزراء؟ ده مكان رئيس الجمهوريه، مش مكان بتاع السيسي. وطيفر بقى مين رئيس الجمهوريه، ده هو هيكون مقر رئيس الجمهوريه. سعادتك مثلا متخيل رئيس الدوله مثلا هيجي من بره فياخده يقعد بيه على القهوه مثلا، ولا ياخد في غرزه بعره مثلا يضربوا حجرين؟ احنا هنهرج. ده مكان الحكم، مكان لرئيس الدوله. اسم رئيس الدوله ده مش السيسي بعد ما يمشي لا انا القصر ده بتاعنا هياخده. وكلمه قصر يعني بتوحي بقى بالرفاهيه؟ لا، مكان ممكن
انت فاهم؟ السيسي بقى قاعد نايم بقى لا والعيال بتلعب وبتاع، لوك وخلاص. السيسي بيبني قصور ايه؟ وعجبني بقى لعلمك، ايوه هبني، ايوه هبني قصور. احسن ان احنا نبني قصور بدل ما نبني عشش، افضل يعني. المهم ده بالنسبه مش يعني بالنسبه حاجه حديثه ومودرن، والناس تشوف حاجه نظيفه بدل العشش اللي عمالين يهرتلوا فيها دي. ادي نقطه. تعالى بقى نتكلم في نقط تانية برضو، ايه هيجان وبتاع ولوكلوك بلا اي معنى. مثلث ماسبيرو، الوراق، زفت نزلة السمان. مثلث ماسبيرو، مثلث ماسبيرو البعض يعلم والكثير لا يعلم، بؤرة للإتجار والمخدرات. صدق تجربة شخصية. ده مثلث ماسبيرو. وعشش بقى وناس بتسلم على بعض من البلكونات وحواري وبلا ازرق ومجاري طفح، وفي حته استراتيجيه جدا، ارض بمليارات. طيب انت قاعد في العشه اللي انت قاعد فيها دي، في هذا المكان، هذا المكان ممكن استثماره والحصول منه على مليارات، وانا مش هاخدك ارميك في الشارع. الفلوس اللي هتطلع بالمليارات من هذا المكان وتتنظف ويتعمل حاجه مودرن وحاجه نظيفه واستثمارات والشركات والذي منه، هروح اديك شقه نظيفه محترمه في مكان حلو تقعد فيها انت والمتعددي الخلايا اللي معاك. في غلط في الكلام؟ في حاجه وحشه في هذا الكلام؟ مش ده العقل يقول كده ولا ايه يعني بالظبط؟ لا عايز عشان نقعد بقى نتاجر في المخدرات ورا مسبيو، ده الجميل. ده نفس الامر ينطبق على الوراق. الوراق يعني عايزك تبص كده في جوجل ماب كده على الخريطه على منهاتن. منهاتن دي عباره عن جزيره نفسها زي الوراق دي. تعالى النهارده طبعا نتفرج على منهاتن. طب ليه الوراق ما تبقاش منهاتن وبرضه مودرن وشركات وناس وقشطه وبزنس والدنيا تتحرك؟ ارض بمليارات، ايه اللي معمول فيها ده؟ عايشش. نفس النظريه يا عم، نستثمر البتاعه دي هتجيب لنا فلوس ضخمه، وبرضه انت هننقلك حته كويسه وشقه نظيفه ومحترمه ومش تدفع حاجه. غلط الكلام ده، يزعل حد الكلام ده؟ انا لو انا قاعد في عشه طبعا دين امي ومجاري طفحه وحياتي بالبلا، وهيتعرض عليا اخد شقه نظيفه كذا اوضه ومتوضبه ومية مية، طب وليه لا؟ ولا هو اي كلام وخلاص؟ موضوع بقى نزله السمان. اساسا نزله السمان دي عامله مشكله اساسا في منطقه الهرم. الصرف بتاعها كانت مشكله. اللي هو يقول لك ابو الهول هيقع بسبب الطفح، المياه الجوفيه والطفح اللي طالع على دين ابوه من نزله زفت دي. نزله السمان دي بقى عباره، يعني مش عايزين نقل ادبنا كتير، الناس دي عامه يعني يعني ايه، منطقه الهرم دي هم ورثوها، دي بتاعتهم كده، وضع يد يعني. وايه ده؟ ماشي، ده اكل عيشهم، بس ايه بقى هم ايه، نزله السمان دي اولد سكول شويه، اللي هو شغل بقى النجرة او هو الحقيقه شيء مسيء للسمعه اللي بيحصل هناك، وكلنا نعلم هذا. والجري بقى ورا السياح وتقليب السياح والحلاق الشغل اياه ده، ايه الاولد سكول بتاعتنا. ويقول لك الناس بقى بيتكلم سبع، هو لا بيتكلم 7 لغات ولا ده ابن احبه، هو حافظ له كام كلمه. يوانا كامل، يوانا هورس، مش عارف ايه، تاخد وانا بايع حشيش. لا. وانا ما ده على فكره دخلت نازل السمان وقعدت جوه، تلاقي البيت قاعد والجمل طالع لك من البيت كده، عاملين له زرايب جوه، وعايز تدخل جوه بالليل رغم ان الدخول بالليل ممنوع. ماشي، عشان الناس بتستغرب قوي الناس اللي طلعوا عملوا فيلم 6 على انا، لا عادي جدا. ده هم كده، وتدخل جوه ومعاك واحده ويسيبك يعرص لك وما يقول لك عايز حشيش وعايز بيره وبتاع كده يعني. ده موضوعنا، ده نازل السمان العظيمه. حل من اتنين، اما ان هو يتوافق مع الدوله على الوضع اللي شغال فيه ده ما ينفعش يستمر، الموضوع ده لازم يتنظم. ودي منطقه برضه تجيب مليارات، ومنطقه تستثمر احسن من كده، وانت هتكسب. يعني انا ما بقولكش انا هقطع عيشك، هتكسب وباسلوب شيك ونضيف واكتر من اللي بتكسبه 1000 مره، بس تفتح دماغك. لا، هم عايزين نفس النظام القديم، اطلع واجري ورا السايح وبتاع والجلابيه وانا كامل وانا حشيش وبتاع والايه الشغل ده. حل من اتنين، اما انك تتوافق وتطور نفسك وتبقى محترم وكفايه اساءه للسمعه اللي بتعملوه،
او فعلا الدوله بقى يعني لو قضى الامر ده فرقه كده مدرعه من دهشوره تنزل لهم تتهجرهم فعلا عشان نستريح من الصداع ده. لا الناس دي موقفه فيها، هم عايزين مصلحتهم الشخصيه ويوقفوا حل البلد، يضربوا سمعه البلد مش مشكله. دي اجزاء من المشاريع التفكير واحد زي السيسي في هذه المناطق مثلا. اللي يقول لك بقى السيسي بقى الفقراء هيبيع البلد للامارات وارض مصر وتراب مصر واي مرمي ملقح تراب مصر، عملت بيه ايه قبل كده؟ وهل لازم تفضل في الفقر طول عمرك وبعدين ترجع تشتكي؟ يعني شيء يجنن. محدش جه عمل الافكار دي وتتحرك التحركات دي غيره هذا الرجل. ده يعني دي مصلحه فعلا البلد الاقتصاديه. الموضوع الثاني الاتجاه العام لبيع وخصخص، يعني هو المفروض بيع لخصخص، بيع القطاع العام وخصخصه. القطاع العام اللي انت عمال يعيطوا بيبيع عمر افندي. ايه عمر افندي؟ ايه ممكن تجيب لي سعادتك يعني بعد اذنك كده موازنات عمر افندي ده؟ ومش هقول لك ما في، ما عمر ما كان فيه ارباح على فكره. فقول لي بقى كل سنه الخسائر كام؟ والحرائق والسرقات من المخازن ولا. انا كمواطن طبعا مين المستفيد؟ الموظف المصري اللي قاعد في عمر افندي، ما هتكيه قاعد في التكيه. انا بقى كمواطن انا من جيبي برضه بدفع له الهم، الحوافز، باخده حوافز على الخسائر. طب وليه؟ ما بيع دين ام واخلص. ده انا لو طلت اديب بلاش خده بس ريحنا منهم ماشي. واحد مغفل زي اللي اسمه علاء الاسوار طالع يقول لك مش عارف مين يحيى مش عارف مين ده اللي وقف لبيع عمر افندي عشان نكمل خسائر، نقعد نخسر تاني مليارات كل سنه. انا بقى انا كمواطن ماليش، ده مش مستفيد من دين ام، مش قاعد في تكيه عمر افندي بيتاخد مني عشان خسائر زفت عمر افندي ما يتباع وكل الهم ده يتباع. لكن طبعا العمليه مش بالسهوله دي على فكره برضه. ليه بقى؟ لان ايه ده انت عندك 7 مليون دوده طفيليه قاعدين لك بقى، فما تقدرش يعني في ايه جره قلم تشردهم، واخد بالك؟ لان وال 7 مليون دوده طفيليه دولت وراهم ديدان اخرى طفيليه بقى لمراته وعياله وممكن ينزلك في الشارع. فالموضوع بهدوء كده، بس هو بيحاول يعملها بايه؟ بالتدريج يعني. ايه اللي هو في المنابع، اللي هو مفيش تعيين بقى، كفايه تعيين في الحكومه، مفيش تعيين في الحكومه، اللي بقى عايز يطلع اللي هيطلع معاش واللي يموت واللي معاش مبكر واللي يروح في 60 داهيه واللي يتحبس، يعني نخلص بالتدريج منهم. ايه المشكله؟ انت كمواطن يجب انك تفهم ان ده فعلا في مصلحتك على المدى يعني مش بكره بس، على المدى المتوسط والبعيد ده في مصلحتك. تحويل البلد لسوق حر واقتصاد حر ده في مصلحتك. انت بتستنزف عشان ناس تانية قاعدة، يعني لو انت فعلا بتشتغل بجد انت بتستنزف عشان ناس تانية قاعدة في تكاية. لكن طبعا ايه، شعب قاعد لي بقى قدام شوية البهايم بتوع خوالات البنا عمال فاتح بقه بيرايل زيهم، عمال يسمع الهبل اللي بيسمعوه ده. احكم على الامر بعقل وشوف ايه اللي بيحصل واستوعب دروس الماضي. بقالك في الهم عمال ترضع من الحكومه، جايلك فقر دم وجايلك هزال وكساح وكل يعني ايه، في مشكله في الرضاعه اللي انت عمال ترضعها، حتى مش رضاعه كويسه يعني. فحاول تشوف حل تاني. الحل التاني ده هو ده الراجل ده بيطرحه. وكل اللي حتى في على مستوى المشاكل السلوكيه، السوق الحر اللي بقى اخلاق الناس مش هتتصلح. هيقعدوا بقى ايه يسمعوا الشريط لمحمد حسان فيقعدوا يعيطوا بقى وهيهق وبتاع، وبعدين تاني يوم يصبحوا خلاص هنبقى كويسين ومحترمين. لا مش هيحصل. لما يتحولوا لاقتصاد سوق هتلاقي اخلاق الناس فجاه كده بقوا كويسين، وكل واحد محترم نفسه وبيحترم مواعيده وبيجري على اكل عيشه. وبعدين مش هيبقى في وقت بقى ان ايه نقعد بقى ايه، ما هو الناس فاضيه، ما هو ايه اللي ولاد الاحبه دول اساسا. يعني انت لو انت شغال وبتجري على اكل عيشك وفي شغلانه واتنين وبتاع، ما مش هتروح بقى تقعد لك في جامع مثلا 7 ساعات تسمع محاضره قال الحيواني ولا حسان مفيش وقت يا حبيبي للكلام ده. اجري على ايه اكل عيشك وايه، والاقساط بقى اللي هتدفعها، عايز تجيب عربيه، عايز تجيب شقه تتنقل على عين امك بتاع الكلام. مش هيبقى عند الجمهور وقت انما طبعا الناس ما انتخى فايه يلا بقى نروح نسمع الحيواني محاضره ايه، اينشتاين بقصهم وهو قاعد بيدي محاضرات.
التاني الحيوان اللي مش عارف مين ولا نسبة، خلاص مفيش وقت لده. بيزنس ها، تايم از ماني، واخد بال سعادتك انت. فهتلاقي الناس بدأت تبقى ايه، شبه بقى ايه شبه المجتمعات الغربية كده، كل واحد بيجري على اكل عيشه وبيجري هنا ينط هنا وينط هنا انت واخد بال سعادتك معاه. كل الناس بقى تبتدي يعني ايه تحترم المواعيد، يعني ايه تروح في الشغل في ميعادك، يعني ايه موضوع التوفير، موضوع لانك انت بقى هتبتدي مع، انما ده يلا شغل الكهرباء وافتح الميه والصباغه، الله الحكومه بتدفع تبتدي الناس، واحد طياره يعني يقول لي ايه الناس بقى ده الضرايب بتدفع 700 مليار. لا 700 مليار يا كابتن اللي بيدفعوا ضرايب، فين دي؟ جبت الرقم ده منين اساسا؟ وهبد. وبعدين بقى تعالى نقطه برضه الهبد بقى، ودي طبعا يعني ايه حكمه الرئيس السيسي حفظه الله في اخر مؤتمر، قال لك انت عايز تتكلم معاه في موضوع يبقى عارف انت الموضوع اللي بتتكلم فيه، انما هنا معانا شعب بيهبد. وانا اتذكر مره في مؤتمر وهو عم الامام المتغلب حفظه الله واقف، واحده مهندسه، مش هقول لك بقى مثلا بقال ولا بتاعت الجرجيم، عامله مهندسه مش عارف تلاتة، انا ايوه يا ست المهندسه، راحت ايه قايله له ايه مش عارف الفوسفات، ومش عارف ب 100 مليار دولار في مش عارف فين بيستغل، احنا ما بنستخدمش ما نستغلش الفوسفات بتاعنا وكلام. راح قال لها استني بس استني، 100 مليار ايه اللي بتتكلمي فيهم ولا ايه يا ست كل ده مش عارف، كل البتاع مش عارف المهم نزل الموضوع من مثلا 100 مليار ل 10 مليون او حاجه بهذا يعني مش فاكر الارقام اللي قالها، هو هوضح الراجل عارف يعني كل الدقائق. فلا يعني لما الواحد يتكلم في حاجه، يعني انا لو مكانه كنت شتمتاه. يعني ما معناه لما تتكلمي في حاجه يبقى اعرفي الاول الارقام واعرفي ايه، فراح بقى هي ايه احرجت يعني. فانا انا اسف انا اسف انا غلطت. وهبد بقى كله بيقول لك واحد ضرايب 700 مليار يا روح امك اللي بيدفعوها الناس ضرايب. ده اساسا معظم الاقتصاد المصري من تحت الترابيزه. هو في حد بيدفع ضرايب في مصر؟ زي هو الموظف بيتخصم منه من المنبع بيتقال، وغير كده كله تهرب ضريبه وتحت الترابيزه وسوق سودا والذي منه يعني. هو برضه من ضمن الحاجات عايز كله يبقى خلال البنوك وكله بشيكات وكله يبقى الحكومه شايفه ده الفلوس دي رايحه فين وجايه منين. ما هو ده الوضع في اي دوله محترمه على فكره، ما فيش حد في امريكا هنا فكره انك تقبض كاش دي في امريكا يعني ايه كده اقول لك نص في الالف من حجم التعاملات الماليه. يعني اللي بيقبض كاش ده واحد مثلا بيعمل دليفري مثلا في محل بيتزا، واحد مش عارف جايب عربيه اكل، ده الكاش. بنزينه كده نص كم تحت بير السلم وبتعاملوا كاش. انما غير كده كله شيكات، الشيك بينزل مخصوم عليه ضرايبك سوشيال سيكيورتي كل البلاوي، تلاقي مثلا ايه 30% من الشيك طار. ده اللي ما فيش حاجه اسمها كده يلا ده مرتبك، ما فيش كده والبتاع. وانت ما فيش، انا عمري ما مسكت تقريبا فلوس في كله على البنك، ما بيقبضكش حتى، ده بيدكش، ما فيش حد النهارده بيديك حتى الشيك، فلوسك تحول دايركت على البنك وانت بقى ايه تراجع مع البنك الفلوس. فيعني ايه نفهم اللي بيحصل وبلاش يعني ايه لعبه البينج بونج مع خريطه دي. انا مين دول اساسا عشان ترد عليهم، ولا نقعد اضيع حياتي انا ارد على شاب بهايم وكل يوم موضوع ولا راجح قاطع موضوع واد جنان رسمي يعني اسيب الدين ايه اللي ادبي. شويه بهايم قاعدين على مواقع التنكح الاجتماعي ديت، مفترض بقى قاضي مثلا اللي هو ايه هيحكم بالراي العام، ولازم نعدم راجح، ولازم القانون بيقول سن 18 وقت ارتكاب الجريمه، اقل من 18 بيوم حدث، اكتر من 18 بيوم يبقى مش بالغ راشد عاقل. بس نقطه من اول السطر، هو بصرف بقى تحت 18 هي كده. مش عاجبك بقى غيروا القانون في مجلس الشعب بس. الاحكام القضائيه مش بمزاجك يعني، مش كل يوم مش بالراي العام، هي لو بالراي العام هتبقى مصيبه. وكل يوم الكمساري اللي رمل علينا، وتاني بكره هيبقى في موضوع جديد هيبقى بقى الايه الراكب اللي رمى الكمساري، وبعدين سواق القطر اللي رمى الكمساري والراكب
يعني كل يوم بقى فيلم وايه، وطبعا وتلاقي خوالات البنا بقى ايه، السيسي هو المسؤول عن الكمساري طبعا وبتاع، هو اللي قايل للكمساري ارمي الراكب. فيا جماعه يعني ايه، انا بقول يعني ولا مش لا مستفيد منها بحاجه، عشان اجيب لك من الاخر يعني برضه انا ايه، كما عودتكم على الصراحه، هل انا كشخص النهارده بمنظر البلد كده والوضعها، هل انا كما اقدر ان انا ما اقدرش اقعد في مصر النهارده 24 ساعه من الاخر؟ ما انا عارف اللي يعني مش تايه عن اللي بيحصل، وبوضعها ده ما فعلا ما اقدرش يعني، خلاص كده شكرا وايه، والى اللقاء في فرصه قادمه. فانا مش تايه عن اللي بيحصل، بس انا فاهم اللي بيحصل ده ليه. ولكن الاجراءات اللي بتتخذ دلوقتي هي لصالح البلد على المدى المتوسط والبعيد، مش بكره هتبقى حالتك كويسه، بس الامور بتتحسن. وما تبقاش غبي زي اللي قبل كده، ما ولاد الاحبه، لو كان الاصلاح ده حصل قبل كده من السبعينات مثلا ما كانش ده بقى الوضع، فما تكررش نفس المصيبه بسبب شويه بهايم هم لا فارق معاهم وبيتاجروا بيك واي كلام والغلابه وبتاع، وهيودوك في داهيه في الاخر. راح السيسي ومشي، وجي بقى الزعيم بقى اللي ايه هيجي يليف لك ظهرك ويعمل لك سندوتشات وطرقع لك صابع رجلك والكلام ده. متخيل بقى ان ده بقى تاني يوم الزعيم بقى ده الريال اللي بتاع الخطب الرنانه، ده حالتك هتتحسن، ده هتروح في 60 داهيه، و40 50 سنه تاني يضيعوا في نفس الهم. فيعني ايه الراجل ده يعني ايه قال كلمه برضه، يعني كنت عايز اقوم ابوس التلفزيون لما قالها. قال لك انا مش سياسي. وطبعا حاولت بقى السيسي بيقول هو مش سياسي، السيسي دي كلمه توزن بماء الذهب. ليه بقى؟ ما احنا شوفنا بقى ايه المنحة يا ريس، وبنروح بالدم نفديك مش عارف مين، اوبا المنحة يا ريس، الحافظ يا ريس، والقنطة عايز فرخة يا ريس. عشنا القنطة ويودي بقى في احلام ووعود وهعمل ولا في اي ذيب ولا اي حاجة، ويضحك على الناس بكلمتين وخلص لا كفاية بقى، كفاية فعلا، شبعنا من القنطة. انا مش عايز واحد سياسي، انا مش عايز رئيس يقعد يهرتل ويفرقع بقى في وعود ويفرقع في احلام وفي الشغل ومقضيها سلف، وما يعملش حاجه حتى بيستلف عشان ياكل، ما هي كده كده روحنا في 60 داهيه. لا 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 لا، راجل انا واحد من الناس كان في مصر، يعني واحد مش مصري حتى كان في مصر، قال لي الظاهره يعني اللي هو الملاحظه، قال لي ما فيش حته رحتها في مصر الا فيها كونستراكشن. ولهذا السيسي ده سيذهب في التاريخ كاحد البنائين العظام. ده اول نقطه. نتكلم بعد كده، انا بقول لك انا ناوي اعمل 579392 مقطع في الموضوع ده عن تأييد للسيسي. الملاحظه الاولى ان الكونستراكشن في كل مكان. الملاحظه الثانيه، هناك سيطره امنيه كامله على البلد في كل حته، نقطه تفتيش واطلع دين امك واجهزه كشف بعدها كده. الشرطه على فكره الشرطه بتتطور برضه، بمعنى الشرطه برضه الاولد سكول بقى اللي هو هاته في الاسم علقه وطلع دين امه لغايه لما يعترف، بدات تتغير، بدا يبقى في كاميرات، بدا يبقى في دي ان ايه، بدا يبقى في قاعده بيانات كبيره بتجيب دين امك ومن شق التعبان. انت واخد بال سعادتك معايا؟ في تغيرات بتحصل في الشرطه، بدات تتحول لايه شويه بشويه كده لايه، لهاي تك، بعيدا عن النظام القديم بتاع هاته علقه وبتاع. واخد بال سعادتك معايا؟ فدي الملاحظتين، معنى ان ايه، ان الامن مسيطر يعني في استقرار في البلد، بلد فيها استقرار يعني فيها سياحه اللي اتضربت من 2011. واخد بال سعادتك معايا؟ بقى فيها سياحه، والنهارده تسمع بقى ايه، غردقه مفوله، شرم الشيخ مفوله، الاقصر مفول. الناس في الاقصر دي كانت بيقول لك مش لاقيين فلوس ناكل حتى الحصينه وبتاع عشان ما اتضربت السياحه. النهارده ما فيش بلد فيها عدم استقرار هيحصل فيها سياحه، يعني سياحه فرص عمل، ناس بتاكل عيش، ناس عايشه كويس. ادي نقطه. وعشان ما اعتقد دي احد اسباب اللي الدولار عمال ينزل. استقرار يعني في استثمارات، لما شركات ضخمه حاجه زي مرسيدس بترجع مصر، بوش بتعمل مصانع في سامسونج، ايني الايطاليه، شركات بتروح بقى اكزون موبيل وبتاع عايزه تخش مصر. وبعدين من برضه يعني يحسب لهذا الرجل، على فكره مش طبيعي ان رئيس دوله يقعد مع رؤساء شركات.
يعني ايه انا ده ايه نوع من انواع التنازل من رئيس الدوله. رؤساء شركات بيقعدوا مع رؤساء شركات اخرى بتوع بيزنس بتاع، انما ان رئيس الدوله لدرجه ان زي ما تقولي يصاحبهم شخصيا هو ليه؟ ما هو من الوكسه اللي احنا فيها الراجل عايز يعني ايه بيقدم ذاته برضه ايه لسانه حلو معاهم وتعالى يا حبيبي وبتاع، وبرضه بيحاول يحلق له وبتاع ان ايه يعمل علاقات شخصيه معاهم يفتح الاستثمارات. فهذا الرجل مصر، انا ده مش بقول لك مصر ما شافت ده اعظم رئيس في جيل مصر، لا مش ده، انا مش وجهه نظري ده اعظم عبد الفتاح السيسي هو اعظم رئيس النهارده في العالم. طبعا هي وبتاع لا زي ما بقول لك انا ما واحد جربوع ابن احبه واحد زي ترامب ده مثلا كشخص مثلا، ده اساسا ترامب ده ممكن تقابله على في قهوه في غرزه في بيت دعاره في مخور، ده يعني الاماكن الطبيعيه التي يتواجد فيها الكائن الترامباوي. رئيس دوله هو بتاعه ابن احبه وهرتله وبتاع، وادي بقى ده منظر رئيس دوله، رئيس دوله عظمى بقى وامريكا، ادي مشهد مثلا. النقطه الثانيه، في فرق مثلا ايه دوله زي امريكا، ترامب راح في 60 دقيقه جبت قرد مسكته امريكا، امريكا هتمشي، مش يعني مش هي مش واقفه على رئيس الدوله على فكره، فعادي جدا الحياه ستمضي ولا تحس باي تاثير ولا جبت قرد مسكته المانيا برضه الحياه ستمضي ما فيش اي مشكله يعني. انما الدول ديت بقى الجميله بتاعتنا دي لو جبت لها عبقري من اي دوله اوروبيه، الزعيم بقى شوف بقى اسم الزعيم اللي انت فاكر ان هو اعظم رئيس في العالم، تعالى مسكه دوله زي مصر في الوضع اللي احنا كنا فيه والظروف دي مش ما هيتجنن، ممكن يتجنن يعني. انت النهارده قلت لي تعالى امسك رئيس مصر اقول لك لا. اعمل ايه في المصايب دي كلها؟ على الاقل 7 مليون ابن احبه قاعدين في تكايه، او اعمل فيهم ايه ولا انيل بيهم ايه دول؟ فيعني ايه دوله زي مصر دي الجدعنه مش انك انت تنجز في دوله اوريدي ناجحه، لا بقى الشطاره انك انت تجيب دوله واقعه وتنجحها، هي دي الشطاره. السيسي وقع جاب في دوله واقعه، جه مع دوله واقعه في ظروف زي الزفت، الراجل بيحاول ينجحها، وحاول يا اما انك تساعده او تساعده فعلا بعمل ايجابي، او تساعده حتى تقفل شات يور فاكن ماوس وتتلم شويه، او بقى هتكملها في الهم اللي انت عشت فيه، هتكملها بقيه حياتك بهذا الشكل. ده اللي انا ايه مش عايز ايه اطول فكره عامه عن مساله التأييد لعبد الفتاح السيسي. هو الاقتصاد هو كل شيء. هتكلمني بقى عن دستور والحياه السياسيه. على فكره مصر قدامها مثلا بتاع 5 6 دساتير كمان عقبال ما تبتدي تكتب دستور محترم. يعني انا بفتح الدستور كده، الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع، امسك الدستور ارميه في الزباله خلاص، ده ملوش لازمه، ده مش دستور اساسا. كاتب لي موضوع تعبير عن الثورات وايماننا انا مش فاهم ايه ده موضوع التعبير اللي هو كاتبه ده، اللي مكتوبه مش هو اللي كاتبه، بس اهو ده البهايم اللي عملوه ومش كلام فاضي. والدستور مسخ متعارض، حريه التعبير وحريه الفكر والعقيده، ويقول لك الشريعه الاسلاميه خلاص باظت. فاللي بيتكلم عن الدستور انا عايز السيسي يبقى رئيس لمدى الحياه، لو هيشتغل بالاسلوب ده وهذه العقليه البنائيه انا ما عنديش طز في الدستور، ومش عايز دستور دلوقتي. بعدين نشوف الدستور، نصلح الحاله الاقتصاديه الاول، وبعدين نشوف بقى دساتير وزفت. وبعدين برضو قبل ما اختم يعني اللي بيكلمك نموذجين سريعين او 3 نماذج سريعه، لانه الحريه ما فيش مش عارف اصلاح بدون حريه سياسيه بتاع. المهم يعني 3 نماذج. عندك نموذج تشيلي، نموذج كوريا الجنوبيه، طبعا تشيلي يقول لك ايه والديكتاتور وانقلب على سلفادور الليندي والاونطه ديت بينوشيه. اللي عمله بينوشيه ده بعد سنوات كان تشيلي اقوى اقتصاد في امريكا اللاتينيه. الدكتاتور كان دكتاتور وطاغيه بتاع، بس المصلحه ببلده واصلحها اقتصاديه. انا ما اعرفش ايه دلوقتي اللي بيحصل بتاع، بس تركها وهي اقوى اقتصاد في امريكا الجنوبيه. كان في دول بتفلس زي الارجنتين والبرازيل وبتاع، كانت تشيلي دي بدات تبقى شبه امريكا. ده بالنسبه لتشيلي. التجربه بقى يعني رائعه هي تجربه كوريا الجنوبيه. كوريا الجنوبيه بقى كوريا الجنوبيه كان مسكها واحد عسكري ديكتاتور، اللي هو بقى كانوا عايزين بقى انتخابات وحريه وبتاع ومظاهرات ونطلع ومولوتوف وبتاع. اقعد يا ابن الاحبه انت، هو مفيش كلام من ده كله، يشتغل ويحترم نفسه، لو يفتح بقه ياخد بالجزمه. هكذا بدات كوريا الجنوبيه.
النهارده عشان اقول لك التغيرات، انت فاكر بقى الوضع هيستمر كده؟ لا خلاص بقت اقتصاد حر. النهارده كوريا الجنوبيه بالاضافه لوضعها الاقتصادي، الامريكان اساسا بيبصوا النهارده لكوريا الجنوبيه كما لو كانت امريكا دي دوله عالم ثالث بالنسبه لكوريا الجنوبيه. بقت هاي تك قوي كوريا الجنوبيه دي لدرجه اللي هو الامريكان بيفتحوا بقهم لما يسمعوا عن كوريا الجنوبيه. فبدات كنظام ديكتاتوري عسكري، كان واحد عسكري برضه مسكها، اللي هو بقى يا ابن الاحبه كله يحترم نفسه وبتاع. النهارده بالاضافه لوضعها الاقتصادي دوله ديمقراطيه، اتطور المجتمع بقى اقتصاد سوق حر، انتهت ايضا كدوله ديمقراطيه. ده انا متوقعه لو نجحت التجربه في مصر. نفس الامر سنغافوره، ما كانش برضه ديمقراطيه واحزاب ايه. في سنغافوره دي انت لو رميت لبانه في الشارع هيطلع دين امك. انا مره واحد امريكي راجع من امريكا كان في مؤتمر، رجع من سنغافوره بيسب الدين الامريكي، يقول لك احنا عندنا دوله بنت دين وسخه وشعب ابن احبه ويعني اللي هو جاي منبهر بسنغافوره. وبدات ايه نظام ديكتاتوري برضه، اللي يفتح بقه ياخد بالجزمه، كل واحد يحترم نفسه بقى ويقعد يشتغل. برضه انتهت، تتفرج على سنغافوره النهارده. ففكره تقول لي ايه ان ما ينفعش تفتح حريه، ايه الفكر السياسي بتاع البهايم في مصر عن بقى السياسه والمعارضه، ان احنا نعمل مظاهرات. كل انا كمواطن مش عايز حد يعمل مظاهرات، مش هي ديمقراطيه، انا مش عايز حد يعمل مظاهرات، رايي كده. لكن ايه اللي قانون تظاهر لازم نعمل مظاهرات؟ عملتوا بقص امك مظاهرات كل يوم كام مليونيه، وصلنا لايه يعني؟ ما تخلينيش اسيب قليل ادبي، ما تخلينيش قليل ادبي وخليني ايه بس كده يعني المهم يعني المهم. فيعني ايه اللي بيتكلم كتير يقول لك ما فيش تقدم الا بحريه؟ لا، ده بص لتجارب حقيقيه حصلت وتعرف انك انت بتهرتل. في البدايه كده لازم يكون في نوع من انواع ايه ان الدوله تتمسك، ها، وتتجه في اتجاه الاقتصاد السوق. بعد كده هيحصل الافلام الهابطه اللي انت بتفكر فيها حريه بقى والسياسه وانتخابات نزيهه، هيحصل ليتر عندما يحدث اصلاح اقتصادي حقيقي. ده كلماتي للتاريخ. ولسه بقول لك 500,000 372 مقطع هيتعملوا. فايه لسه بس ايه لما ايه عندما يحين الوقت نتكلم بقى في قضايا التعليم والصحه وايه اللي بيحصل والتطوير. يعني مصر مثلا النهارده وزير التعليم افضل وزير تعليم جه في مصر منذ الفراعنه، هذا الرجل الموجود اللي اسمه طارق شوقي مثلا. انا متابع برضه وعارف ايه اللي بيحصل واخد بالك وايه. وبرضه عايزين يوقعوه. وزير كهرباء اللي هو محمد شاكر ده، كلنا نعلم ما حدث. بيحصل تطوير في السكك الحديديه وفي النقل عامه. فاهدى كده وبلاش اللي ايه فتحه البق دي قدام بهايم الخوالات البنا وبتاع العيال عبط الارجوزيات اللي جايبينها دي، وتقعد نلعب معاهم بينج بونج. بقى اصحى للون وافهم اللي بيحصل. ده ايه كلماتي للتاريخ بالنسبه لهذا الموضوع. وكده ايه كفايه عليكم، ونراكم فيما بعد. سلام.